الليل بو وليل بو وليلو على الليل بو وليلو الليل بو وليل بو وليلو. زاد الماء على الصعود. تستاهلي يا عيني ذا بكيتي، أنت الذي شرتي وذي نقيتي. ونعم نعم تحالفنا مع أبصار الشيطان وليس أبصار الله. تحالفنا مع أبصار الشيطان لمواجهة العدوان. طابت أنفسكم يا قوات الحرس الجمهوري، طابت أنفسكم يا قبائل ويا مشايخ بني مطر، طابت أنفسكم. المشرف أبو ملعقة يلاحق عقيد في قوات الحرس الجمهوري. العقيد عادل الهرش أحد الضباط المقربين للفندم طارق محمد عبد الله صالح. ما شاء الله ما شاء الله على المسيرة القرآنية. قد أنتم تلاحقوا ضباط وعقداء، بكرة لاحقوا لكم طارق العبيد الركن طارق محمد عبد الله صالح، وبعد بكرة لاحقوا الزعيم. ما شاء الله. زاد الماء على الصعود. قلنا لكم أكثر من مرة أن الغطرسة الحوثية أخطر من العدوان السعودي على بلادنا، لأن العدوان السعودي قد عدوان تواجهه، يعني قديم مواجهة معروف، لكن العدوان الحوثي يلاحقك لداخل بيتك، وإذا ما جاوبت يعني والله الذي لا إله إلا هو، إذا كان ما فيش عاصفة حزم يعني، وكان الحوثيين مسيطرين على البلاد وما فيش حرب عليهم ولا تحالف، يعني أي واحد سيتم طلبه من قبل المشرف أبو قلاص أبو قوطي أبو شبشاب أبو غزال أبو مغرف أبو قوطي، أي شخص سيتم يعني طلبه من قبل هؤلاء المشرفين وما جاوبش ولا يعني حبر، أقسم بالله لا يعتقلوا أقرب المقربين من عائلته، سواء تكون زوجته أو أخته أو أمه. وبعدين ما شاء الله فكر فكر فكر، مثلا لو قالوا زوجتك أو أختك أو أمك تم اعتقالها من قبل المشرفين الحوثيين، يعني لو أنت بطرف الدنيا باتقي، لأنه خلاص الواحد ما يحضر يعني على أنفه، لأنه من أجل خارج من كان المقرب يعني عائلته التي تم اعتقالها من قبل المشرف أبو قوطي أبو قلاص. الغطرسة الحوثية طعنة، سيطرة الحوثيين على البلاد طعنة. تستاهلي يا عاندة بكيتي، أنت الذي شرتي وذا نقيتي. يعني بالعربي المفتوح أقولها بالصوت والصورة إلى أحرار قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي ومشايخ القبائل الأحرار، وليس المذلولين المدعوسين من قبل الحوثيين. كفانا ذل، كفانا إهانة، كفانا بهذلة. المشرفين الحوثيين والمتحوثين أهانوا الناس لداخل منازلهم وأصبحوا الناس مشردين. وإذا جاء واحد، لماذا الحين عادل الهرش ملاحق؟ لأنه في إحدى المدارس في صنعاء قال وحرض، يعني حرض الطلاب حرضهم على ايش؟ حرضهم ما حرضهمش يفعلوا فوضى، حرضهم وقال لهم ممنوع تدوا الصرخة الله أكبر الموت لأمريكا، التوت لإسرائيل ومثل هذا الكلام ممنوع تدوها بالمدرسة في المدارس. يبكر كنا نبكر على نشيد وطني وجمهورية يمنية، هذا الحين يبكر الموز لأمريكا والتوت لإسرائيل. ما شاء الله ما شاء الله. هي انجزعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. الليل بو والليل بو وليلو. شعب إذا لطم الحذاء بخده صاح الحذاء بأي ذنب يلطم. الحين يقولوا عيسى العذري مرتزق، وعيسى العذري عيسى العذري يحرركم من إهانة الحوثيين لكم يا مكالف،
يا من أصبحتم مدعوسين ومذلولين تحت الغطرسة الحوثية، عيسى العذري يقدم لكم نصائح، يقدم لكم يعني يعيد لكم كرامتكم من خلال نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي. ستبقون مدعوسين ومذلولين، وسيتم إهانتكم إلى كل بيت، وستشاهدون خلال الأيام القادمة إهانة المشرفين الحوثيين والمتحوثين للمؤتمرين كبارهم وصغارها داخل كل بيت. تحياتي.